يلا يا ولاد بسم الله بألف هنا. إمم. بابا مام إيه. يلا سيس، يلا يوسف، يلا أحمد. لابا 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 آكل لابا. السلام عليكم وبصير السلام عليكم والله وكله على حظه. السلام عليكم، قولي السلام عليكم. هي يا حبايبي بتقول لكم السلام عليكم، بس طبعا قالتها زي ما قدرت تعرف تقولها يعني، وكانت بتندم بقى على اخواتها يعني. بتقول لهم يلا تعالوا كل بتندم على اخواتها زي ما هي كانت بتندم عليهم واحنا قاعدين بناكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح التفاؤل والنشاط والورد والياسمين على أطيب ألوف على أطيب ألوف في الدنيا. ازيكم عاملين إيه؟ أهلا وسهلا بكل حبايبنا، شرفتونا ونورتونا على الراس من فوق. شكرا لكم جدا على التشجيع وقفكم معايا، ربنا يكبر بخاطركم ويرزقكم الواسع يا رب ويحقق كل أمانيكم ويديكم كل اللي تتمنوه، آمين يا رب العالمين. النهارده كده الروتين كده من حياتنا البسيطة، وروتين كده جميل. عملتهم النهارده بقى كده غدا أو غدا النهارده بقى، لا فيه لا لحمة ولا فراخ ولا سمك، أكلة كده بسيطة، عبارة عن حبة خضروات بس احنا بتكاتنا كده وحركاتنا نعملها بطريقة حلوة كده تفتح كده نفس الأولاد. بص كده يا حبايبي، الأول أنا جبت كده حبة البتنجان غسلتهم، دول هسلقهم، هعمل بقى بتنجان مخلل. ده لازم الطبق ده رئيسي كده على الطبلية كده أبو يوسف يعني، لازم الطبق البتنجان ده يبقى موجود. والبابا غنوم بقى طبعا الأولاد بيحبوه قوي، هعمله بردك مع جنب الأكل. وهنا بقى جبت كده حبتين كوسة، هبشرهم كده بالمبشرة وهنعملها بطريقة جميلة جدا، يعني عاملة كده شبه للطعمية شوية. قولي كده برجر كده برجر للناس الغلابة زي حالتنا كده تبقى ممكن تدوريها كده تعمليها على شكل البرجر بردك، بس أنا هعملها كده عادي كده زي الطعمية يعني. بس هي جميلة جدا وحلوة وطعمها جميل الصراحة. بس كده بشرت كده اتنين، طبعا هتعملي حسب الكمية اللي انت عاوزاها، هي مش لها مقدار معين يعني. واحط لها يا حبايبي كده حبة فلفل، واحط لها بقى كزبرة، واحط لها حبة الملح، وانا هبشر عليها كمان فص ثوم، طبعا الكوسة بتحب الثوم جدا. تمام كده يا حبايبي، واحط لها كده معلقة دقيق كده. انا بشرت كده الاتنين. هنا البيضة دي بقى اللي جبتها دي هقسمها شو حبة للكوسة وحبة احطها عشان اعمل بقى الطعمية. انتوا عارفين بقى البيضة بقت ب5 جنيه. ايوه وصلنا لمرحلة ان نقسم البيضة نصين عشان نعمل بقى الاكل، وصلنا. ممكن نقسم عليه 3 بعد كده. ربنا يرحمنا برحمته. هنا جبت بقى حبة الطعمية، العجينة عجينة الطعمية، واحط معاها كده حبة مع البيضة واعملها كده دي يعني زي عجة الطعمية يعني. وهنا بقى هحط بقى التوابل اللي قلت لكم عليها، احط لها حبة فلفل اسود وحبة الكمون وحبة الكزبرة وملح طبعا، ومعلقتين كده دقيق بس كده، واقلبهم كده. خلاص كده جاهزين بقى كده على التحمير. واقلب كمان بقى الطعمية كده مع البيضة. طبعا قاعدة تنكش جنبية دي، انتوا عارفين طبعا زي قرود. نكاشة. هي دلوقتي عاوزة تطلع يعني وتتحمر وكده وتقول بوريس. يلا بدول لكم بقى لايك يا حبايبي كده، اعملوا لها لايك، اعملوا لايك كده لزقرود. ربنا يسعدكم يا رب. وانا كنت حطيت كمان كده حبايب قلبي كده بيض السلق، كنت اعمل لهم برضك كده اصلهم بيض كده جنب الاكل برضك، انت عارفين البيض كله بروتين، عشان نحاول كده يعني تبقى الاكله كده متكامله كده من جميع كده الفيتامينات كده. المهم كده يا حبايبي كده جبت كمان جبنه، الجبنه دي عندي يعني الاولاد بيعشقوها، وخصوصا احمد بقى. كنت سهران كده بالليل كده يجيب لي بقى طبعا يجوع بالليل وكده، لا يجيب الجبنه وحبه الطماطم ويعملهم، وبيعشقها قوي. وزقرودة لما عملتها قعدت تاكل فيها وتقول يا ماما جميله. المهم كده يا حبايبي قطعت كده حبه طماطم
وبشرت عليها فص ثوم، بحب احط لها ثوم حاجه بتبقى جميله قوي. وحطيت عليها كده حوالي كده يعني معلقه زيت صغيره مش كتير يعني. كمان انا بدعك بقى الطماطم كده عشان الميتها تطلع كده مع الجبنه وتديها طعم احلى. وطبعا الثوم ده اختياري بس الصراحه بتديها طعم حلو. كده خلاص كانت بتنجان بقى تستلق معايا. احش القمع بقى بتاعه كده وابدا بقى اتبله. والزقروده هي بتنظم لي كده الحاجه. هي بقى يا الشيب بتريس عليا. بتظبط فيها الشكل. هي كانت هتجيب البيض وتقشره، قلت لها استنى من اتبل البتنجان الاول. هي بتحب قوي تقشر البيض، هوايه عندها. ده التتبيله يا حبايبي، دي الهريسه اللي عاملاها. طبعا جميله تبقى جاهزه والواحد يتبل بقيه حاجه من بقيه حاجه. دي الهريسه حبايبي عباره عن شطه وتوم وفلفل اسود وكمون والملح وليمون. وانا كمان بحصر عليها ليمون تاني عشان تبقى البتنجان بيحتاج ليمون كتير يعني. تبلت البتنجان وحطيت عصرت عليهم الليمونه. ودي الليمونه انا حطيتها كده على الوش كده تبتدي يعني شكل كده ديكور. تمام كده. هنا تبقى كانت الزيت بقى كنت حاطاه سخن. دي هنا بقى ابدا اقلب بقى الكوسه. عامله كده بالمعلقه زي ما بعمل الطعميه كده. ممكن انت تعمليها اشكال كده زي البرجر زي ما قلت لكم. تبقى برجر كده اقتصادي جميل جدا بردك. تبقى حلوه. هنا بقى جبت لها البيضه اهو. وقعدت تقشر فيه زقروده. وانا هكمل بقى اقشر معاها. بس بقى قعدت ابص كده على الكوسه الاول وهكمل معاها التقشير. خلاص كده احمره. طبعا انا بحمر وبرضك شغاله برضك في اعمل برضك يعني اعمل بتنجان اعمل اقشر البيض. يعني شغاله وهنا وهنا عشان الواحد يخلص. هي هي بتوريكم البيض اللي قشرتها مش عارفه اظبط التصوير. طبعا هي مش شايفه الكاميرا، هي عماله تعمل بتبين وخلاص. هنا البيض يعني البيض ده المسلوق ده بيتعمل بكذا طريقه، له طرق كتير. بس الصراحه انا مش هعمله باي تكات الضغط. انا يا دوبك بس كده هقطعه كده واحط له عليهم الفلفل الاسود والملح. اللي بيتحط مع زبده ومع جبنه وبيتعمل مع زبادي وثوم وحاجات كده دي اكله تركيه. وتكات كده لا حاجات طرق كتير. وفي اللي بيتعمل بقى بالطاجن كده ان شاء الله باذن الله هعمل لكم منه حاجات ان شاء الله. هنا جبت بقى عجينه الطعميه حطيته بقى تتقلي. هنا اقطعها حلقات كده زي ما قلت لكم وهرش على الملح بس والفلفل الاسود. وعارفه اللي بالطريقه بتاع تركيا واخدينها زي طريقه الصعايده برضه. احنا عندنا في الصعيد بيقلبوها في السمنه. بعد كده يحطوها مع الجبنه بس بيقلبوا كلهم ببعض. لا هما بيعملوا نفس الطريقه بيقلبوها برضك بيعملوها في السمنه برضك كده في الزبده. بس هما بدل الجبنه بقى بيحطوا زبادي وتكات وحركات كده زبادي بقى مع توم مع التوابل مش عارفه ايه. ويعملوها حلقات كده ويحطوها على الوش واحنا بنقلب كله ببعض يعني هي شبيهه برضك الاكلين. المهم كده حبايبي البتنجانه كانت اتشوت معايا. احطها بقى احط لها التتبيله بتاعتها. برضك احط بالتتبيله من دقه الشطه الهريسه اللي انا عملت منها البتنجان. هي الصراحه نفعتني قوي الهريسه دي. كل شويه ادق واعمل وبتاع. الواحد بيعملها في الخلاط تبقى جاهزه في اي حاجه. وبرضك في الاكلات في الطواجن في طبيخ في اي اكله. طبعا بابا غنوم ده الاولاد كمان بيحبوه فدايما بعمله لهم. واحط عليها بقى حبه الطحينه. بس كده حبايبي وهقلبهم. واقلبهم بقى كويس كده في قلب بعض كده. دي خلاص كده بقى الطبق كده بقى جاهز. والفيلم معايا بقى كان سخن. احط له بقى التتبيله بتاعته. احط له كده حبه بقى الملح وحبه الكمون والزيت. واحط لهم كده
يعني زي معلقة طحينة كده، بس كده مش هحط حاجة تاني. طريقة بسيطة خالص، بس قلب الملح كده والبتاع وارش على الوش كده الطحينة. دعكتهم كده بالمعلقة عشان ينعم معايا كده، بس كده تمام. خلصت كده الاكل الحمد لله. ادي كده البيض، وادي هنا، وادي كده بتنجان، وادي الطحين وادي الجبنة بالطماطم، وادي الفول والبابا غنوج، وادي حبايبي بقى الطعمية والكوسة. والكوسة كمان لها كذا طريقة برضك، هنعملها مع بعضنا ان شاء الله باذن الله. بس يا رب ترخص كده عشان الواحد يعرف يكتر كده ويعمل منيها. بس كده يا حبايبي، انا كده خلصت الاكل بقى، ادخلهم بقى كده الاكل. هم عمالين بقى يقولوا لي يلا يلا، والمشكله بقى وأنا بصور طبعا التصوير بياخد وقت. هم جاعوا بيخانقوا معايا يلا يلا. معلش بقى يعذروني بقى، التصوير يعني بياخد وقت مننا. هطلع لهم بقى الاكل بره. حطيت لهم بقى الاكل، وزقرودة بقى بتندم بتندم بقى على اخواتها بقى وعلى ابوها، وتقول لهم يلا. دلوقتي بقى بتندم عليهم وتقول لهم يلا. يا رب النهارده كده كان المفروض كده كان عجبكم. ماما ايه يا بابا، يا رب كان عجبكم كده الفيديو، كان لطيف كده خفيف كده على قلوبكم. وان حبيت اعمل فيديوهات من دي تاني، اكتبوا لي في التعليقات يا حبايب قلبي، وما تنسونيش كده بكلامكم الجميل اللي بيشجعني. فلح واتمنى ما حدش ينسى اللايك. ولايك. لايك هيعمل اللايك. بتقول لكم اللايك. يا رب دمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب. وطبعا ما بنعمل أكل يعني بنحاول كده نوزن الأكل، يعني نعمل حاجة كده تساعدها. نعمل أكلة بسيطة وكده يعني بنفرحهم، نعمل جنبهم شوية حبة عصير. روضة وأحمد بابا وبابا. مم. سيس. سيس. قصدها سيف، يعني تقول لك سيس. هي طمعت في البيض، شفت يا طماع، طمعت في البيض وقعدت تاخد طبق البيض لوحديها. اخوها طبعا بيقول لها لينا كلنا، هي بتخانق معاه. يا طماعة، شفتي نفسك طماعة ازاي؟ No, eight. تاخدي لوحدك. طبعا كده زي قلت لكم يا حبايبي، نعمل يعني عصير، حاجة حلوية جنبيها ونفرح. والحمد لله كل حاجة كله رضا وكل نعم من ربنا. ومع السلامة يا حبايبي.